تخيل معايا مدافع عنده 19 سنه قدر انه يهرس بريسينغ ديال فرقه كامله بوحده ويبني واحد هجمه من الدفاع ويساليها بنفسه في الهجوم. هادشي اللي دارو عبد الحميد عيط بودلال هذا الاسبوع وسجل واحد من اروع اهدافين في الدوري الفرنسي هذا الموسم. لكن قبل غادي نقرا لكم من عبد الحميد عيط بودلال اللي تزاد نهار 16 ابريل 2006 في مدينه زاكورا، وبدا المسيره ديالو في 2012 مع الفئات السنيه ديال فريق الكوكب المراكشي. 2015 التحق باكاديميه محمد السادس اللي دوز معاهم 8 سنين اللي خلاته انه يطور من المهارات ديالو باش يولي واحد من افضل المدافعين الصاعدين في كره القدم الوطنيه. انتخب المنتخب المغربي الناشئين، لعب معاهم 15 مقابله في جميع المسابقات منهم كاس العالم الناشئين اللي تقامت في اندونيسيا 2023. وفي هذه الفتره بالضبط الاتحاد الدولي لكره القدم كيصنفوه من بين افضل 60 موهبه صاعده في العالم. في الميركاتو الصيفي اللي فات تعاقد مع فريق ريال الفرنسي بواحد العقد اللي غيستمر حتى 2028. بدا مع الفريق الرديف دي قبل ما يطلعوا المدرب السنغالي حبيب باي للفريق الاول. في البدايه ديالو ما كانش سهله بحيث اول ماتش لعبوا كونتر مارسيليا خدا فيه بطاقه حمراء وتوقف تقريبا مده شهر. من بعد رجع في الماتش ديال اليوم واللي ما كملوش بسبب الاصابه واللي خلاته انه يتغيب للشهر عاوتاني. ولكن عبد الحميد عيط بودلال ما استسلمش بحيث في اخر 4 مباريات لعبهم كاملهم رسمي وقدر انه يساهم 3 الاهداف رغم انه مدافع. صراحه عبد الحميد عيط بودلال عنده البروفايل باش يكون واحد من افضل المدافعين في كره القدم المغربيه مستقبلا الى جانب بطل العالم طبعا اسماعيل باعوف اللي كنتمنوا لهم كل التوفيق في المسيره ديالهم، ولما لا ان شاء الله نشوفوهم بجوج في الكاس الافريقيه اللي غتنظم عندنا الشهر المقبل. ما تنساوش الاخوه شي لايك وتعليق زوين ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.